مصر التحفيظ العقاري. كاينين ناس كيشريو عقار بعقود عرفيه وكيحسوا براسهم داروا صفقه العمر، وكاينين اللي كيوقعوا عقود عدليه وكيقولوا راه الامور غاديه مزيان. ولكن ملي كتوصل لمرحله التحفيظ كيبان الفرق بين اللي فاهم القانون واللي غير داخل سوق العقار بالجبهه. مسار التحفيظ العقاري كتبان في النصوص واضحه ومضبوطه، ولكن في الواقع شيء اخر: تعرضات، نزاعات، اخطاء في المسح، غموض في المسطره، ملفات مجمده لسنوات. اللي كيشوف التحفيظ مجرد اجراء اداري راه كيغامر بملكيه عقار اللي شراه. اليوم غادي نهضروا بوضوح وبالتفصيل شنو هي مسار التحفيظ نظريا وكيفاش كتوقع فعليا في الميدان والواقع. التحفيظ العقاري هو نخضعوا عقار للنظام المقرر في الظهير الشريف المؤرخ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، واللي تعدل بمقتضى قانون 1407، وما عندناش الحق نخرجوه منه. فالتحفيظ امر اختياري، يعني انت حر في الاختيار واش تخلي العقار ديالك غير محفظ ولا تحفظه. ولكن الا قدمتي مطلب التحفيظ في المحافظه العقاريه فما كيبقاش عندك الحق تسحبه منها مطلقا الا في حال رفض ولا الغائه من طرف المحافظ على الاملاك العقاريه. وهذا هو المبدا اختياري التحفيظ اللي منصوص عليها في الفصل 6 من ظاهره التحفيظ العقاري. والاستثناء هو التحفيظ الاجباري واللي بدوره كيختلف عن التحفيظ الجماعي. التحفيظ الاجباري هو اللي مذكور في قوانين خاصه ولا كتحدد الدوله ولا كتامر به المحكمه في مسطره الحجز العقاري. اولا مراحل مسطره التحفيظ العقاري: اللي عنده عقار غير محفظ وبغى يحفظه غادي يمشي للمحافظه العقاريه اللي تابع ليها الملك، حيث اي عقار في المغرب تابع مكانيا لشي محافظه. هادشي كنقصدوا به الاختصاص المكاني. وكما كيعرف الجميع كيتعين في دائره نفوذ كل عماله او اقليم محافظ على راس مصلحه المحافظه العقاريه، وهو المكلف قانونيا بمسك السجل العقاري والصاهر على القيام بالاجراءات والمساطر القانونيه في شان التحفيظ العقاري. ولو وصلت المحافظه غادي تمشي لاحد شبابيك قسم العموم باش تسلم المطبوع ديال التحفيظ واللي كيتعطى بالمجان، وغادي تصادق على التوقيع ديالك. واخا قانون التحفيظ كينص على الامضاء فقط، ولكن الواقع العملي كيقول العكس. وغادي تعمر المطبوع جيدا وبعنايه فائقه حيث عنده قيمه قانونيه كيجهلها الكثير. ولأهمية هذه النقطة غادي نحدد لكم البيانات الضرورية في المطبوع، وهي الاسم اللي اختاريتي للمطلب تاعك، الاسم كامل، تاريخ الازدياد، مراجع بطاقة التعريف الوطنية، الجنسية، الحالة المدنية واسم الزوجين اقتضى الحال، والنظام المالي للزواج، وعنوان السكنة. وإذا كان معك شريك على الشياع فغادي تعمر هذه البيانات المتعلقة به ونصيب كل واحد واش مناصفة ولا كل واحد النصيب ديالو. ونفس الشيء إذا كان طالب تحفيظ شركة فخاص تعمر البيانات ديال الشركة من التسمية ديالها والشكل القانوني والمقر الاجتماعي واسم الممثل القانوني. إلا ما كنتي ساكن في الدائرة الترابية تابع لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك خاص تعطي شي عنوان يعني محل مخابرة، وغادي دير وصف ديال العقار اللي باغي تحفظ من الاسم اللي كان معروف به الا كنتي عارفه، المساحه تاع الملك والمشتملات ديالو واش مبني ولا ارض عاريه، والحدود ديال الملك. غادي تعمر اسماء المجاورين وعناوينهم حيت غادي يتم استدعائهم وقت تحديد الملك، وغادي تصرح بانك انت اللي كتحوز العقار او عن طريق شخص اخر. وغادي تحدد القيمه التجاريه ديال العقار حيت ممكن ياخذوها بعين الاعتبار ملي غادي يحسبوا رسوم التحفيظ الا كانت اكبر من القيمه اللي عطات الاداره لديك المنطقه. وخاصك تصرح بالحقوق العينيه ومواليها بذكر اسمائهم وعناوينهم، بحال الا كان الملك تاعك عباره عن ارض فلاحيه ولكن الاشجار ديال شخص اخر فخاصك تصرح بحق السطحيه، ولا الا كان دار للسكن والاب تاعك عطاك حق الرقبه والاخت ديالك عندها حق الاستعمال، في هذه الحاله خاصك تصرح بالحق اللي عند الاخت ديالك. خاصك تذكر ولا خاصك تكتب الوثائق والعقود اللي بغيتي تحفظ بها واللي كتعرف باصل التملك. وقبل ما نكمل معكم باقي الاجراءات خاصنا نعرفوا الاشخاص اللي عندهم الحق في تقديم طلب التحفيظ واللي حدهم المشرع المغربي في الفصول من 10 الى 12 من ظهير التحفيظ العقاري. واحد، المالك المنفرد. ملي كيكون شخص مالك بوحده فبطبيعه الحال عنده الحق بوحده يقدم مطلب التحفيظ. جوج، احد الشركاء على الشياع الملك اذا كان مشاع، اما اذا كانوا ورثه ولا كانوا مشترين على الشياع فهنا ممكن الواحد منهم يقدم مطلب التحفيظ، ولكن بطبيعه الحال يذكر معاه باقي الشركاء تاعو. ثلاثه، اللي عنده شي حق من الحقوق العينيه بحال حق الانتفاع ولا الاستعمال وحق السطحيه على شي ملك عنده الحق يطلب التحفيظ ديالو ولكن مع تحديد صاحب حق الرقبه. 4، اللي عنده شي اتفاق عمومي بحال حق المرور ولا حق مجرى المياه مثلا الى اخره. هنا
في هذه الحاله ملحق الارتفاق خاصو موافقه ديال مالك العقار باش يقدم مطلب التحفيظ، ماشي بحال اللي عنده حق من الحقوق العينيه. 5 اللي كيتسلموا العقار شي دين وما تخلصش فيه فعنده الحق يطلب تحفيظ هذا العقار بناء على قرار قضائي تحكم لصالح الدائن بالحجز العقاري على ذاك العقار. 6 النائب الشرعي اللي يقدر يكون الاب او الام في حالات معينه عنده الحق يقدم مطلب تحفيظ في اسم المحجور ولا القاصر وينوب عليهم اذا كانوا اما ملاك ولا عندهم حق عيني ولا حق ارتفاق ولا دائنين كما وضحنا سابقا. بمعنى الاب ممكن يقدم مطلب التحفيظ الى الابن تاعو قاصر عنده حق الانتفاع في شي عقار مثلا. ودابا غادي نكمل معكم باقي الاجراءات ديال التحفيظ. فبعد ما عمرتي ولا ملأتي المطبوع بالمعلومات اللي حددناها سابقا وصدقتي على التوقيع ديالك، غادي ترجع للمحافظه وغادي تدي معك الوثائق التاليه: اصول او نسخ رسميه للعقود والوثائق التي تثبت الملكيه ديالك بحال الاستمرار. اما الا كنتي شاري فخاصك يكون عندك اصل التملك، بمعنى ان داك السيد اللي شاري عنده يكون اصل التملك تاعو اما الشراء او الاستمرار. اما اذا كانت قسمه ولا مخلف ولا تصرف ولا إرادة فقط فهاد الوثائق ما كتفيدش تملك العقار، خاصك تدلي بشهاده اداريه عند الاقتضاء. هاد الشهاده الاداريه كتعلق بتقسيم العقارات المنصوص عليها في الماده 58 من قانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقاريه والمجموعات السكنيه وتقسيم العقارات. هاد الشهاده الاداريه غادي نخصصوا لها حلقه بوحده باش تفهم مزيان عند العامه. بالاضافه لهاد الوثائق غادي نزيدوا عليهم مطلب التحفيظ اللي عمرتيه وصوره طبق الاصل للبطاقه الوطنيه للتعريف المعني بالامر وواحد البلون دو بورناج، يعني داك التحديد الموضوعي اللي كيديروا مهندس مساح خاص توبوغراف. وقبل ما تودع هذه الوثائق عند احد موظفي ولا مستخدمي الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه مقابل وصل كيثبت بانك حطيتي عندهم الوثائق، غادي تمشي هو الاول عند مصلحه المسح العقاري يعني الكادستر، وهذه اداره تابعه للمحافظه العقاريه. الدور ديالها هو التحديد يعني العبار باش يديروا لك واحد التعيين قبلي لموقع العقار بناء على تصريحاتك وذاك البلون بورناج اللي جبتي. وهذا التعيين القبلي يعني هذا الروبيراج كنعرفوا من خلاله على التنطيق او الزوناج اللي داخل فيه العقار، حيت اي منطقه في المغرب الاداره محدده لها الثمن ديال الاراضي وعلى اساسها غادي تخلص 1% من قيمه الارض بالاضافه لشي مصاريف اخرى. والحاجه الثانيه اللي كيفيدنا بها هذا الروبيراج الاولاني هي نتاكدوا بان ذاك العقار ما عمره تحفظ، اي ما طاحش فوق رسم عقاري او مطلب تحفيظ معبور. وبعد مرور الاجل اللي يعطاك الموظف باش ترجع للمحافظه واللي ما محددش قانونا، ولكن خاص ما يفوتش اجل اسبوع او 10 ايام او اسبوعين على اقصى تقدير الا كان الملف تاعك فيه مجموعه من الوثائق. هنا لا يخلو الامر عن احتمالين: الاحتمال الاول هو يترفض لك المطلب لسبب او لاخر، وهنا عندك اما تصلح ولا تجيب الوثائق اللي طلب منك المحافظ. في الحاله اللي العقود ديالك ما كافياش قال لك تنجز رسم الاستمرار، والا ما بغيتيش من حقك دير تظلم اداري، يعني دير شكايه بالمحافظ عند الرئيس ديال المباشر اللي هو مدير المحافظه العقاريه والمحافظ العام، ولا تلجا للمحكمه باش تستعن في القرار ديالو، وهنا خاصك تطلب منه يعطيك الرفض كتابه، يعني خص يكون الرفض مكتوب. اما الاحتمال الثاني فهو يقبل لك المطلب التحفيظ ويعطيك المبلغ اللي خاصك تخلص، ولكن خاصك تعرف اولا بشحال قومت لك الاداره ديك البقعه ولا ذاك المنزل، وثانيا خاصك تعرف الطريقه وتعريفه واجبات المحافظه بخصوص التحفيظ. اول مره وهي واجبه الاشهار 500 درهم، واجبه حسب القيمه 1%، واجبه بحسب المساحه، يعني هنا كيقسموا على جوج: العقارات الحضريه عن كل ار او جزء من ار 50 درهم، العقارات القرويه عن كل هكتار او جزء هكتار 50 درهم، واجبه اعداد نظير رسم العقاري 200 درهم، واجبه ثابته 100 درهم، ادنى ما يسوى 1000 درهم. هنا باش نوضح، الار هو 100 متر والهكتار هو 10000 متر. وباش توضح لك الصوره غادي نعطي مثال ديال ارض عاريه اي ما مبنياش وما محفظاش وكاينه في منطقه حضريه، المساحه تاعها 240 متر مربع، والقيمه اللي عطات اداره المحافظه للمتر مربع في ديك المنطقه اللي فيها البقعه هي 1000 درهم. فغادي ناخذ المساحه 240 متر غادي نضربوها في 1000 درهم، يعني الثمن اللي عطات الاداره ديك البقعه والمنطقه غتعطينا 240 الف درهم. غناخذوا 1% ديال هذا المبلغ يعني هو 2400 درهم، وغادي نمشيو للواجبه حسب المساحه. هنا المساحه هي 240 وكتواجد المجال الحضري، يعني على كل ار واللي هي كما قلنا 100 متر غادي تخلص 50 درهم او جزء منه، اي الا عندك ولو 1 متر زايد على 100 متر كيتحسب حتى هو
ار، وفي هذا المثال عندنا 2 ارات ونص يعني 3 الارات غادي نضربوها في 50 درهم كتعطينا 150 درهم. اذا عندنا 500 درهم واجبات الاشهار، عندنا 2400 درهم اللي هي 1% من الواجبه حسب القيمه اللي حسبناها سابقا، و150 درهم واجبه بحسب المساحه اللي حسبناها ايضا، 200 درهم واجبه اعداد نظير الرسم العقاري، و100 درهم واجبه ثابته. المجموع هو 3350 درهم. ولو فرضنا خرج لنا شي مبلغ اقل من 1000 درهم فغادي تخلص 1000 درهم لانها ادنى ما يستوفى، ما يمكنش تخلص اقل من 1000 درهم. وفي حاله ما خدينا نفس المثال ولكن بلاص ما يكون حضاري نديرو كيتواجد في مجال القروي، فغادي نحسبوه نفس الحساب باستثناء الواجبه بحسب المساحه غادي نحسبوا فيها هي 50 درهم بلاص 150 درهم، حيت المساحه ما وصلتش هكتار. يعني المبلغ اللي غادي نخلصوا هو 3250 درهم. دابا عرفتي المبلغ اللي غادي تخلص، راه انت في هذه الحاله ماشي مجبر تخلص ديك الساعه، فممكن تخلي المطلب تاعك حتى تجمع الفلوس وتخلص في صندوق المحافظه، ولا الا شفتي بان المبلغ راه مبالغ فيه راه ممكن تشوف رئيس المصلحه ولا تراسل مدير المحافظه قصد مراجعه المبلغ. وراه ماشي بالضروره تستجب لك الاداره، ولكن انا قلت لك راه كاينه هذه الامكانيه حيت ممكن تنقص وممكن لا. ولا بغيتي تخلص راه غادي يعطيك الموظف ديال صندوق المحافظه واحد التوصيل كيبين فيه الثمن اللي خلصتي، النمره تاع المطلب تاعك والتوقيت الخلاص، ومن بعد غادي تسنى يعطيك واحد الاستدعاء تاع التحديد يعني العبار اللي كيتحسب من نهار خلصتي وتزيد عليه الاداره شهرين ويومين. ولا تصادف اليوم الاخير يوم عطله غادي يزيدوا نهار، وغادي يعطيوك الساعه ديال العمليه ورقم الهاتف المهندس المساح اللي غادي يدير العمليه التحديد باش تتصل به ويقول لك شنو خاصك وينصحك. مثلا يقدر يقول لك شحال من بورنيه حجر المحافظه اللي كنقولوا بالعاميه باللغه العربيه الفصحى كتسمى بالانصبه، يقول لك شحال من بورنيه خاصك تشري، ولا خاصك تقول لك خاصك صباغه حمراء الى غير ذلك من الارشادات. وغادي توريه ايضا الطريق باش يوصل عندك الموقع العقار. ومن بعد الاداء في الصندوق المطلب تاعك غادي يمشي لقسم المساره اللي غادي يحرروا واحد الملخص للمطلب تاعك وغادي يصيفطوا داك الملخص وليس مطلب التحفيظ. هنا كما كيعتقد البعض حيت كيقولوا صيفط المطلب تاعي الجهه الرسميه، وانا ما كنصيفطوش المطلب بل ملخص المطلب فقط اللي كتصيفط الجهه الرسميه. وهذه العمليه خاص يسهر عليها المحافظ وتدار داخل اجل 10 ايام من ايداع المطلب. وبعد نشر الملخص اللي ذكرناه سابقا خاص المحافظ او الموظف اللي انتدبوا لهذه العمليه يدير واحد الاعلان فيه البيانات اللي في ذاك الملخص اللي تنشر في الجهه الرسميه، ويزيد عليه تاريخ ووقت اجراء التحديد، ويوجهه مقابل اشعار بالتوصل الى كل من رئيس المحكمه الابتدائيه وممثل السلطه المحليه يعني القيد ورئيس المجلس الجماعي اللي تابع العقار للنفوذ ديالهم قبل تاريخ التحديد ب20 يوم على الاقل. وخصهم اي رئيس المحكمه والقيد ورئيس الجماعه يعلقوا ذاك الاعلان في سبوره الاعلانات القانونيه في مقال الاداره اللي تابعين لها باش يطلعوا عليه العموم الى حين اجراء عمليه التحديد، باش يشوفوها المواطنين اللي قاطنين في موقع العقار. ويقوم ايضا السيد المحافظ ارسال القائمه يعني البوردورو مع الاعلان لرئيس مصلحه المسح العقاري يعني الشاف الكادستر قصد اعلامه بتاريخ تحديد المطلب باش يعين مهندس مساح تابع المحافظه باش يقوم بعمليه التحديد تحت مسؤوليته وبحضور طالب تحفيظ. وكذلك كيستدعي المحافظ التحديد بواسطه تعاون من المحافظه ولا عن طريق السلطه المحليه او البريد المضمون المجاورين اللي ذكرهم طالب تحفيظ في المطلب تاعو اللي ذكرنا سابقا. وايضا غادي يصيفط لاصحاب الحقوق العينيه اللي يصرح بهم طالب تحفيظ باش يحضروا اما شخصيا ولا يوكلوا شي واحد بوكاله صريحه لعمليه التحديد. وملي كيوصل التاريخ ديال التحديد كيقوم المهندس المكلف بحضور طالب التحفيظ، حيت الا ما حضرش طالب التحفيظ العمليه كتكون سلبيه. وكما قلت كيقوم المهندس باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين الى حضروا المتعرضين واصحاب الحقوق العينيه، ويخلي طالب التحفيظ يبين ليه حدود العقار اللي بغى يحفظ، ويخلي المجاورين ولا المتعرضين يصرحوا باللي بغاو. من بعد خاص المهندس يعين العقار ويوضح الانصاب يعني لي بورن في حاله ما كانوش باش يحدد اما محيط العقار ولا قطعه منه الا كان شي حد تعرض في عين المكان، وكيرسم بيديه واحد التصميم كيتسمى بالتصميم المؤقت للتحديد، وكيحرر المحضر وكيبين فيه واحد تاريخ وقت العمليه، جوج الاسماء الشخصيه والعائليه للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبته لهوياتهم وعناوينهم، ثلاثه مختلف الاحداث اللي وقعت اثناء عمليه التحديد والتصريحات ديال الاطراف، اربعه معاينه البحث اللي دار ومميزات ومشتملات العقار يعني كيعطي وصف شامل للعقار، خمسه
وصف موقع الأنصاب وعددها ووصف حدود العقار. 6 أي وثيقة أدلى بها الأشخاص الحاضرين. 7 إذا كان شي تراضي أو اتفاق بين الأطراف اللي يحضروا العملية. من بعد ما يكمل المحضر ويوقعوا معاه جميع المتدخلين من طالب تحفيظ ومجاورين ومتعرضين أصحاب الحقوق وأي واحد حضر، وإلا ما وقع شي واحد كيدونها في المحضر اللي كيتسمى بالمحضر الإيجابي لأنه حضر طالب تحفيظ. وفي حالة ما حضرش طالب تحفيظ ولا النائب تاعو إلا كان دار الوكالة لشي حد فوق التحديد، في المهندس في هذه الحالة كيحرر المحضر بغياب طالب تحفيظ وما عندوش الحق يزيد عليه إما شي تصريح ديال شي حد ولا شي تعرض حيت ماشي قانوني، وكتكون العملية سلبية. وكيوجه المهندس هذا المحضر للمحافظة العقارية اللي كتقوم بتوجيه رسالة إلى طالب تحفيظ باش يجي للمحافظة ويطلب إعادة تحديد الملك ويخلص مصاريف العملية. ولا توصل طالب تحفيظ بالرسالة وما جاش يدير طلب إعادة تحديد بعد شهر من توصله بالرسالة، فالمحافظ على الأملاك العقارية كيلغي ليه مطلب التحفيظ ويلغي ليه كذلك حالة تعذر إنجاز عملية التحديد بجوج المرات متتالية بسبب نزاع حول الملك. يعني إنا منعوا شي حد ولا مجموعة من الأشخاص باش يدير عملية تحديد في المحافظ على الأملاك العقارية كيلغي ليه المطلب ديال التحفيظ. وباش تفادى هذا المشكل يمكن ليك دير طلب للسيد وكيل جلالة الملك قصد تسخير القوى العمومية، يعني باش يمشيو معاه البوليس ولا الدرك حسب موقع العقار. يعني إذا كان قراوي يمشيو للدرك، كان حضري يمشيو معاه البوليس. ونرجعوا للحل العادية ونفترضوا ما كانش تعرض وكان تحديد إيجابي في إدارة المسح العقاري، غادي ترسل محضر التحديد غالبا بعد شهر من التحديد، ومن بعد شهرين من التحديد أو 3 أشهر حسب عملية التحديد غادي تدار عملية المسح العقاري اللي كتولاها شركة خاصة ديال التوبوغرافيا اللي كتربط مع إدارة المسح العقاري الكادستر علاقة تعاقدية وتحت المراقبة تاع الموظفين تاعها. وخاص طالب تحفيظ يكون حاضر بعد ما يتصلوا به، ومن بعد إنجاز تقني شركة البلون غادي يرسلوا لإدارة المسح العقاري اللي بدورها غادي تشوفوا، وإلا ما فيش ملاحظات غادي ترسلوا بدورها للمحافظة وحتى هي تراقب ياك ما فيه ملاحظات بحال خلاف المساحة، بحال إذا كان طريق تحفيظ صرح بأنه عنده 100 متر ومنين تعبرات خرجت 120 متر، غادي يقولوا ليه منين جات ديك المساحة الزايدة. في هذه الحالة إما غادي يبرر المساحة بشي عقد ولا يعوض الأعبار، وكتسمى هذه العملية بتحديد تكميلي باش ينقص المساحة الزائدة. ولا كاين اختلاف في المجاورين بحال إلا صرح بوجود طريق في الشمال والشرق وما كايناش طريق في التصميم اللي دارت مصلحة المسح العقاري، وحنا هنا غادي نفترضوا بأن التصميم ما فيهش ملاحظات. يعني في هذه الحالة غادي تصيفط المحافظة واحد الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وبعد النشر في الجريدة الرسمية كيصيفط إعلان عن انتهاء التحديد لكل من رئيس المحكمة، القائد، رئيس الجماعة، بحال الطريقة اللي دارت في ملخص مطلب التحفيظ. وأجل التعرض كيكمل بعد شهرين كاملة، ما كيتحسبش اليوم الأول ولا خير من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وخا المشرع المغربي نص في الفصل 24 من ظاهرة التحفيظ العقاري بأن التعرض يبتدئ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، إلا أن الصحيح والمعمول به في الواقع العملي بداية تاريخ تلقي التعرض هو اليوم اللي خلص فيه طالب التحفيظ المطلب تاعو وتعطات ليه النمره. وهذا الموضوع ديال التعرض غادي نطرق ليه في احدى الحلقات باذن الله، داكشي علاش ما بغيتش نطول فيه، ولكن غادي نشرح لكم، غادي نعاود الفكره بعجاله بانه اجل انتهاء ديال التعرض هو مرور شهرين كامله من نشر في الجريده الرسميه للمره الثانيه، واخا بانه هذا الاجل كيبدا التعرض في المطالب من تاريخ ايداع مطلب التحفيظ. يعني التعرض ممكن يتعرض اي شخص على المطلب من النهار الاولاني اللي خلص فيه طالب التحفيظ المطلب ديالو، ومن بعد 3 أشهر المواليه لانتهاء اجل التعرض المحافظ العقاري كيحفظ الملك بعد ما كيتحقق باللي دار جميع مراحل مسار التحفيظ اللي ذكرناها سابقا، ومن شرعيه الطلب وكيفيه الحجج اي الوثائق المدلى بها، وبان المطلب خالي من اي تعرض. وخا المحافظ في الواقع العملي ما كيحترمش هذا الاجل، يعني جميع المحافظين حتى الى احترموه غادي يحترموا في مطالب ومطالب لا، حيت القانون المغربي ما دارش شي جزاء على المحافظ الا ما احترمش هذا الاجل. المحافظ الى حفظ مطلب التحفيظ فكيأسس ليه رسم عقاري تيتر فونسي، وخاص يتضمن فيه اولا وصف مفصل للعقار من حدود ومساحه ومجتملات، ثانيا الاسم الشخصي والعائلي، الحاله العائليه للملاك او الملاكين ونصيبهم في حالات الشياع، ثالثا الحقوق العينيه اللي كاينه على العقار. اللي ما فهمش
مسار التحفيظ يقدر يخلص 8 سنوات ديال الانتظار ولا يدخل في نزاع قضائي طويل وما كيساليش. تسمع مزيان، العقار غير محفظ ماشي استثمار، هو مخاطره ومقامره مفتوحه. والا كنتي باغي تبني استثمار عقاري محصن قانونيا خاصك تفهم التحفيظ اكثر مما تفهم الثمن. واخا الجانب النظري المتعلق بالنصوص القانونيه كتعطيك الثقه، التسبيق هو اللي كيحميك. الى هنا كنتهي الحلقه تاع مسار التحفيظ واللي كانت مبسطه وتمهيديه لباقي الحلقات الاخرى. لذلك باش تكون عندكم فكره شموليه على مسار التحفيظ خاصكم ديروا متابعه للقناه، واللي عنده شي تساؤل في الموضوع يكتبوا في التعليقات، حيث هنا كنحيدوا اللبس والضباب على اخطر نقطه في العقار.